والله يا بنات طلعت ولقيت هاي الشجرة واقعة، مو لأن طويلة منحنية، يراد واحد يسندها على حايط على شباك. شو تقولون يعني؟ الحديقة هي صغيرة يعني، وش ما نجيب بيها ورد يموت. يعني لو أقول مثلا أخذ رأيكم أزرعها خضرة مو أحسن؟ أفضل أستفاد من عدها. مرحبا، شلونكم يا بنات؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير، صحة وعافية عليكم جميعا، وين ما تكونوا. ورجعت وياكم فيديو جديد، وقبل ما نبدي الفيديو نصلي على محمد وآل محمد، وأهلا وسهلا بكل المتابعين الجدد والقدامى، وأتمنى لكم تحقيق كل أمنياتكم، ولا تنسونا من دعائكم. واليوم الفيديو راح أخذكم جولة إلى سنتر للأدوات مال المطبخ والمنزلية، وشغلات كانت كلش حلوة. وطلعنا أنا وصديقتي واحتاجينا بعض الشغلات اشتريناها وطلعنا، وراح أراويكم المشتريات في نهاية الفيديو. بنت قبل كم يوم نزلت فيديو انتو اكيد شايفينه، هو مال مشترياتي غريبة. اكو في التعليق جاني من وحدة من الخوات تقول هي شو مسوية، هي بس شايفة بالبداية الفيديو بس النهاية ما شايفتي. تقول دخلت الفيديو بتعليق مالي، سمعت تعليقها، دخلت الفيديو عبالي صدق مشتريات، وطلعا شخات ومعكرونة اكسباير. ما تستحين تكذبين على المتابعين على مود المشاهدات؟ شوية خلي عندك مصداقية وعيب، ومسوية نفسك تخافين من الله وانت كل مصداقية ما عندك. والله هسه هو هذا تعليق مدوخة نفسك وكاتبتي. زين انت شنو؟ انت تحاسبيني؟ لو الله يحاسبني. وادري انت كنتي وياي بالسوق وشفتي الاكسباير. والله إذا ما عجبك الفيديو بعد شكو داخله مسويت لي مشاهدة. أقلك تدرين أني القناة يعني مسويتها والله للونسة مو على المشاهدات، أقضي وقت، عرفتي؟ أقضي وقت، ما محتاجة القناة. وأني لو تدرين الفلوس اللي الأرباح اللي أخذها، تدرين وين أوديها؟ أوديه دار الأيتام والمسنين. هسه أسوي لك فيديو أوثق لك بيه وين أودي الفلوس. الحمد لله والشكر عندنا خير من الله، ما محتاجتها، أنا مجرد أتونس بيها، وتعرفت على خوات، تعرفت على صديقات، ماشي. عرفتي هسه المصداقية والخوف من الله؟ خليك أنت والله، أنت ظل خاف من الله. وإن شاء الله عجبتكم الجولة وتمتعتوا بيها، وأدري بيكم تحبون أغراض المطبخ، هذا العشق اللي ما يخلص. والأشياء اللي أخذتها إن شاء الله راح أرتب بيها المطبخ الحار، وأخليهن وأشوفكم إياه وتعطوني رأيكم بيهن. وإن شاء الله راح نبلش هسه بتنظيفات الشتاء. وأول ما نبلش أنا أول ما أبدي أنظف البنكات والشبابيك وغسل البردات وتسقيف الحائط، وبعدين أنظف من فوق أنزل الجوة، وبعدين أبلش أنا أطلع الفرش وأفرش. وبالنسبة للمطبخ هذا راح يكون تنظيفه خاص.
وهنا أخذنا أغراضنا ورحنا نتحاسب ويا أبو المحل وطلعنا، وراح أخليكم تشوفون هاي المشتريات بنهاية الفيديو. وهنا يا بنات انتو تدرون متعودة أنا كل جمعة أسوي غدي العمال النظافة، فاليوم حبيت أسوي لهم دجاج معرق، يعني على البخار ولا قطرة ماي. جربوه وشوفوا الطعم اللذاذة اشقد طيب. هنا خليت زيت البصل حلقات والثوم، ورشيت عليه كركم وفلفل أسود، وخليت الدجاجات خليت شوي هنا البصل يتحمص، وخليت الدجاجات فوق البصل وغطيت. ليش غطيته؟ حتى على البخار يستوي. بس أنا شنو كل ساعة أقلب الدجاجات. هنا رشيت الملح وشوية رشة خل، الخل يوخر الزفر حتى يطري. رشيت الملح على الوجه الثاني وغطيت الجدار، وهنا راح نتركه إلى أن يتحمص ويطلع على الوجه الثاني. هذا كله وبدون مي. وهاي العملية تقريبا حوالي تظل أقل من ساعة. هسه خلينا الليمون حتى تصير بيها طعم، والزفرة كلها تروح إذا كانت زفرة، بس أنا غسلتها كل زين بالملح والماء. هنا يا بنات كل ساعة تقلبونها حتى تستوي وتصير طيبة. هذا كله على البخار. سويت وياه هنا تمن ماش، وهنا قليت البصل وخليته يشقر ويصير لونه أحمر، وخليته فوق مثل الفرقاعة، وخليته فوق التمن. بعد ما تحمص البصل خليته فوق التمن وخليته يتهدر شوية، وبعدين صبيت الغداء وطيته للعمال وألف عافية. هنا بديت أصبه كان الطعم كلش طيب، والدجاج رايح ذايب ذوبان. جربوها الطريقة وراح تحبوها، وسهلة وما يحتاج لها تعب. وياكلوها ب2000 عافية، وسهمكم 1000 عافية. وهنا راح أبلش أراويكم المشتريات اللي اشتريناها. بنات هاي السلة هي مال فاكهة، بس أنا راح أخلي بيها علب بهارات يم الطباخ، وراح أراويكم أسوي لكم فيديو ترتيب الطباخ المطبخ الحار. وهنا أخذت هاي الجداحات وحدة 500. هاي المواعين يا بنات أخذتها
جوا الزرع أخليها، لأن قاعد يصبن ماي يدمرن الدرج ويدمرن الطبلات. هاي هي الطبلة أخذتها ب1000، أحتاجها صغيرة جوا إيدي، وأخذت هنا هاي سندانة ب4000 أريد أخلي بيها الزرع. شوية تغييرات للشدي. وهذا السيم مال المواعين ب1000. وأخذت هاي السفرة للجرارات، أريد أرتبهن إن شاء الله على وجه الشتاء. وأخذت لوبيا راح أسوي بيها أكلة إيرانية، غدا إيراني، غدا على الطريقة الإيرانية. وأخذت برغل تمن، وها هي بعد. ولهنا بنات أقول لكم إن شاء الله عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه، ولهنا أقول لكم مع السلامة، إلى اللقاء في فيديو آخر.